السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ شايفين وصفتنا النهاردة جلاش بالمكسرات. المكسرات بتاعتنا سهلة وبسيطة جدا. شوية سوداني مجروش مع شوية سكر، معلقتين كبار كده من السكر، ومعلقة صغيرة من القرفة، ومعلقة صغيرة من جوز الهند. هخلط ده كله مع بعض. ادي القرفة وادي جوز الهند، جوز الهند الناعم طبعا. وكده يبقى احنا جهزنا الحشوة بتاعتنا. تمام، يلا نخش على الخطوة اللي بعد كده. هنا هنعمل الشربات بتاع الجلاش او الحلويات الشرقية. دايما بيبقى تقيل. كوبايتين من السكر على كوباية من المية بالشكل ده، ونولع عليهم على النار. وبعد كده اما يغلوا نضيف لهم نص ليمونة كده. احنا ولعنا عليهم اهو. هنا بدأ الغليان هضيف هنا عصرة نص ليمونة، واسيبه تقريبا بعد الغليان 5 دقايق، وبعدين هطفي عليه. انا عندي هنا لفة الجلاش، هاخد كل طبقتين مع بعض بالشكل ده. هدهنهم دهنة من السمنة. مش شرط السمنة تبقى في نص الورقتين، لا انا هدهنهم كده على الوش من فوق. والسمنة اللي عندي بتكون تقريبا نص كوباية اهو يا حبايبي زي ما انتوا شايفين. هبدأ اجيب بقى المكسرات بتاعتي السوداني وبالطول كده، واحطها على الجلاش كله. هعملها رول بالشكل ده اهو، واحاول ادوس عليه كويس علشان ما يتفكش مني. يا ريت اللي وصل معايا لغايه هنا يضغط لايك ويشرفني بالاشتراك في القناه. نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. احاول اجي هنا في عند الاطراف احط دهنه من السمنه كده تاني علشان تلزق معايا الرول بتاعي. وصفه سهله وبسيطه وجميله جدا يا جماعه. صينيه عندي مدهونه بالسمنه، هحطه هنا كده بطول الصينيه. تمام كده انا خلصت كله. هنا حبايبي هقطعه بقى بالسكينه، وفي الفتره دي اكون مشغله البوتاجاز على درجه حراره 200، واحاول ان يبقى الطول كله متساوي بالشكل ده. وبعد ما هقطعه هجيب برضو سمنه وهدهنها على الجلاش من فوق بالشكل ده اهو. احاول ان انا اغطي الجلاش كله بالسمنه، وزي ما قلت لكم هيدخل على درجه حراره 200 بس كده. ما شاء الله شايفين بعد ما طلع عامل ازاي. انا عندي بقى الشربات برد هسقيه بيه. شكله تحفه يا جماعه، وصفه سهله وجميله جدا. اتمنى ان انتوا تجربوها ان شاء الله. صلى على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. ما شاء الله شايفين عامل ازاي. احاول ان انا اسقيه بالشربات كله. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو وينال رضاكم باذن الله. وده شكله اهو بعد ما طلع مقرمش وجميل. ده للناس اللي بتحب الجلاش بالمكسرات. واشوفكم في وصفه جايه ان شاء الله. مع السلامه.